السلام عليكم. بعد كمالة الجولة 23 من البطولة، أكيد أكبر المستفيدين ما ينجم كان يكون الترجي الرياضي، بالرغم أنه الترجي الرياضي انتصر، النجم الرياضي الساحلي انتصر، وكيف كيف النادي الإفريقي انتصر. لكن كي تجي تشوف تلقى الترجي الرياضي صراحة ينتصر خارج ميدانه ضد مستقبل جابس. والجولة القادمة الجولة 24 باش يواجه اتحاد بن قردان. يعني كي تشوف مقابلة الترجي الرياضي وتقارنها بمقابلات النجم الساحلي والنادي الإفريقي وكيف كيف الاتحاد المنستيري، حتى لو المقابلة في المتناول في ملعب مصطفى بن جنات، لكن تعادل في الجولة 23 ضد النادي الرياضي الصفاقسي. تلقى الترجي الرياضي كما قلنا باش يواجه اتحاد بن قردان، في المقابل النجم الرياضي الساحلي اللي انتصر على النادي البنزرتي، النادي البنزرتي اللي النتائج نتاعو ايجابيه الفتره الاخيره، لكن تلقاه في الجوله 24 باش يواجه ترجي جرجيس. ترجي جرجيس حتى بعد خروج انيس بوجلبان وانتقاله للدوري المصري النتائج نتاعو قاعده ايجابيه مع الغرايري، واكيد باش يكون منافس صعب الميراث على ملعب سوسه. نفس الشيء النادي الافريقي راه واجه اتحاد تطاوين، لكن المقابله القادمه الجوله 24 باش يواجه مستقبل سليمان. صحيح مستقبل سليمان الوضعيه نتاعو نوعا ما مريحه، لكن نعرفوا الفريق اللي تكون الوضعيه نتاعو مريحه والفريق اللي ما ثماش ضغط عليه راهو الملاعبيه تنجم تقدم برشا حاجات ايجابيه. وهذاك علاش النجم نقولوا مباراه النادي الافريقي ضد مستقبل سليمان ما هيش باش تكون مقابله سهله، خاصه مع المدرب بيتوني اللي ما ثم حتى شيء مضمون. يعني انت كي تجي تشوف اليوم محمد السليتي في اي اف ام يقوم بتصريح يقول لك مع بيتوني مدرب الافريقي كل ماتش يدينا على قلوبنا وكل ماتش يبدل لك فريق كامل، هاك بدلت وعملت اللي حبيت وما فما شيء. النادي الافريقي ليس فريق مشروع وهو فريق القاب انشيلوتي، والعالم الكل عندهم تشكيله مثاليه يا بيتوني. خسرت 15 نقطه، ما فما حتى مدرب يعمل هكا، خاصه انه الافريقي راهو مازال ما خسر حتى شيء في السبعه جولات المتبقيه، على بعد نقطه من صاحب المرتبه الثالثه، على بعد نقطتين من صاحب المرتبه الثانيه، وعلى بعد 5 نقاط من صاحب الصداره. واكيد راهو صاحب المرتبه الاولى والثانيه والثالثه ترجي الاتوال الاتحاد المنستيري اكيد راهم عندهم مقابلات باش يتعثروا فيها. اكيد كيف النادي الافريقي باش يتعثر في مقابله ولا اللي هو في السبع جولات المتبقيه، لكن المطلوب من بيتوني يرحم والدين والديك من غير تفلسيف. راهو حاليا في السبع مقابلات ال 21 نقطه المتبقيه، راهو كل نقطه وبحسابها، راك كل ما تخسر نقطه لك راهو كل ما تخسر وتزيد تبعد اكثر على الاهداف اللي مسطرتها الاداره. لذا يرحم والدين والديك، لا تفلسيف ولا هم يحزنون. كمل السبعه مقابلات بتشكيله نوعا ما واضحه، اعرف شكون تهبط من الاول، اعرف شكون تهبط في الشوط الثاني، كل لاعب وعنده الوقت اللي يلزم يهبط فيه، ما تتاخرش في التغييرات نتاعك تو تمشي الامور كيف ما يلزم. كي نجيو نسمعوا مع بعضنا ذاكر الواتي، وهذه صراحه انا نعاود نقولها، التصريحات اللي تضر بالنادي الافريقي واللي تنوم جماهير الافريقي. ذاكر الواتي يخرج لك في تصريح ويقول لك ما تنساوش انه النادي الافريقي وصل يلعب على تفادي النزول. ايش معناها التصريح هذا؟ النادي الافريقي وصل يلعب على تفادي النزول، يعني مهما كانت نتائج الموسم الحالي ما تنجم كانت تكون نتائج ايجابيه، حتى لو كان النتائج تشوفها الجماهير نتائج ما هيش على قدر التطلعات ولا قدر احلام الجماهير. ومع هذا ديما كي تخزر انه النادي الافريقي لعب على تفادي النزول يوصلوا لك ميساج انه راهو عادي جدا يتسمى موسم ناجح. وما تنساش انه النادي الافريقي لعب على تفادي النزول. يعني انت كي تصريح نتاع تنويم مغناطيسي، عرفت في شوف لي حل اسبوعي كي يحب ينوم عزبك المونجالا الكتوس ولا كموس ولا ما يعمل لها هكا، حب ينومها. نفس الشيء ذاكر الواتي بالتصريحات نتاعو يحب ينوم جماهير الافريقي، راهو موسم خارق للعاده. ما تنساوش الافريقي لعب على تفادي النزول، قبلها قام بتصريح قال لك الدقربيعه نتاع بيتوني صراحه فريده من نوعها ما ثماش منها مع المدربين المحليين، وكل مره يطلع لنا التصريح راهو لا ثم دقربيعه ايجابيه ولا هم يحزنون. كل دقربيعه
شنيعه وكل تخلويذه يعملها بيتوني ما تنجم كان ترجع بالسلب على الافريقي. ولا ثم لا مشروع ولا هم يحزنون كما قال محمد السليتي. كل عام وعام ومن الاخر، وحكينا الكلام هذا قبل ما يحكي محمد السليتي، ماناش بطوله نتاع مشروع. اي انت تحب تفكر في مشروع العام الجاي، العام الجاي عادي جدا تلقى انديه اقوى منك، تلقى انديه عادي جدا يدزوا معاها حتى لو كان انت اقوى منهم ما تنجمش تفرحهم على خاطر عندهم ناس يدزوا من وراهم. تلقى روحك انت كالعاده عام ابيض وبرا دز عاد العام اللي بعده مازال المشروع ما كملش. ثماش ما كملش. انيس بوجلبان، انيس بوجلبان السنه كي تشوف ليفيكتيف نتاعو في ترجي جرجيس وتشوف الامكانيات نتاعو وفين وصل ترجي جرجيس، تقعد باهت انت يا اخي يلزم البهرجه هذيا الكل باش فريق يفوز بلقب. انيس بوجلبان نافس ومتواجد ومازال ينافس الى حدود تقريبا الجوله 21 22 قبل ما يخرج، ينافس على البطوله. يعني لو كان عنده شويه امكانيات من امكانيات النادي الافريقي عادي جدا يفوز بالبطوله. مشى للدوري المصري مع الفريق المصري اللي النتائج نتاعو سلبيه، مالا قعد يحكي معاهم وسمعوني انتم النتائج نتاعكم توا سلبيه، صحيح انتم فريق باسمكم في مصر، يلزمكم شويه وقت ويلزمنا مشروع والكماله نتاع المشروع العام الجاي. يدي دخل ديريكت سلام عليكم 3 بلاش ضد سموحه، سلام عليكم ضد الفريق والله نسيت اسمه اللي لعب ضده اليوم المقابله وفات 4-2، يعني في زوز مقابلات سجل 7 اهداف وكسب 6 نقاط، 6 من 6. لا مشروع ولا هم يحزنون. رانا نعاود نقولوها مره اخرى، كل شخص يخرج لنا ويقول لنا مشروع راهو يحب ينوم الجماهير وراهو يحب يكسب اكثر وقت ممكن، لا اكثر لا اقل. قبل ما نختموا الحلقه ما نجموا كان نقولوا ان شاء الله بيتوني ما يخسرش النادي الافريقي في موسم كامل. ولهناك نقولوا ما يخسرش النادي الافريقي، رانا ماناش نحكيو لا على مرتبه ثانيه لا مرتبه ثالثه ولا مرتبه اولى. ما يخسرش النادي الافريقي في موسم لا اكثر لا اقل، لانه صراحه ثم انديه الامكانيات نتاعها اقل منك والنتائج نتاعها تحب ولا تكره افضل منك. هذا كي تجي تشوفه تلقاه يرجع للمدربين. الاتحاد المونستيري مع فوزي البنزرتي، النجم الرياضي الساحلي نفس الشيء مع محمد المكشر. يعني وضعيه الاتحاد ووضعيه النجم الرياضي الساحلي ما تقارنش سنة بوضعيه النادي الافريقي، ومع هذا متقدمين معاك في الترتيب. لذا ما يخسرش النادي الافريقي في عام كامل. ولهنا راهو خسارة العام مش معناها راك جيت مرتبة ثالثة تسمى خسرت عام، مازال ما ثم حتى شيء مضمون باش نكونوا واضحين. لا مضمونة مرتبة أولى لا مرتبة ثانية ولا مرتبة ثالثة، ولو أنه المرتبة الأولى ما نحكيوش عليها. وضعية النادي الأفريقي والنقاط اللي خسرها تخليه صعيب برشا أنه ينهي البطولة في المرتبة الأولى. وتحب تنهي البطولة في المرتبة الأولى سهلة الحكاية برشا، انتصر على الترجي الرياضي وانتصر على النجم الرياضي الساحلي تو تنهي البطولة في المرتبة الأولى. كيف المرتبة الثانية ما هيش مضمونة، مرتبة ثالثة ما هيش مضمونة. لذا بيتوني يلزم نقص برشا متفلسيف، راهو عادي جدا تلقى روحك انهيت الموسم في المرتبة الرابعة، وهكا بالرسمي النادي الافريقي يكون انهى الموسم وخرج بخفاية حنين. هذا كلش يرجع، هذا كل يرجع لتفلسيف المدرب بيتوني. نقص بتفلسيف بحول الله تو الامور تمشي معاك والنتائج تمشي معاك. حلقتنا اليوم وفات في ختام الحلقه بياري متبقى كمش نقول لكم حظ موفق للمنتخب، حظ موفق للاعبين الدوليين، حظ موفق للنادي الافريقي في البطوله التونسيه. تحيا تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.